في صحبة خير الآنام صنعوا بجهدهم مجد الإسلام، باعوا النفوس رضا للواحد الديان. الله الله الله، جاهدوا في الله حق الجهاد، نشروا الهدى في كل البلاد، رضي الله عنهم. تخيل ان اعظم قائد في التاريخ الاسلامي ما كانش عصبي، بالعكس كان هادي جدا. لحظة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة كلها كانت ممكن تنهار في ساعات قليلة، والراجل اللي وقف وسط العاصفة كان اسمه ابو بكر. النهاردة هنرجع بالزمن 1400 سنة لورا كده، مش علشان نحكي سيرة تقليدية، لكن علشان نفهم ازاي شخص هادي كده ورقيق مش محارب بطبعه قدر ينقذ أمة كاملة من الانهيار. خلينا بقى نروح في مكة، يعني رجل تاجر كده ناجح معروف بين الناس بالأمانة، اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، لكن التاريخ هيعرفه باسم أبي بكر الصديق. ليه بقى الصديق؟ علشان في لحظة مفصلية لما النبي صلى الله عليه وسلم انه أسري به من مكة للقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة، والناس استغربت وكذبت. أبو بكر قال جملة واحدة غيرت اللقب والتاريخ كله، قال إن كان قالها فقد صدق، من غير تردد من غير حسابات، يعني كان عنده إيمان مباشر كده، ومن هنا جاله لقب الصديق. بس القصة أعمق من كده بكتير. أبو بكر ما كانش مجرد صديقه بس، كان أول رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خارج أهل بيته، وكان سبب في إسلام كبار الصحابة زي عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ابن عبيد الله. يعني تأثيره كان مضاعف، مش بس مؤمن، كان سبب في إيمان صحابة كتير. خلينا نروح بقى على الهجرة كده. النبي صلى الله عليه وسلم لازم يخرج من مكة، خطر القتل حقيقي. مين بقى يرافقه في الرحلة دي؟ هو أبو بكر، وثلاث أيام في غار ثور، المطاردين واقفين على باب الغار. أبو بكر يهمس لو نظر إحداهما تحت قدميه لرآنا. النبي صلى الله عليه وسلم يرد ما ظنك باثنين الله ثالثهما. تخيل الضغط وتخيل المسؤولية، ده مش صاحب رحلة، ده شريك مصير. ومن اللحظة دي العلاقة بين النبي وأبو بكر بقت علاقة ثقة مطلقة. خلينا بقى نعدي سنين كده بسرعة، حروب بدر وأحد والخندق. كل مرة أبو بكر حاضر، مش أكتر واحد بيظهر في المشهد القتالي، لكن دايما ثابت زي العمود اللي شايل السقف كده. نيجي لأصعب مشهد بقى في القصة كلها. سنة 11 هجريا النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى، المدينة في حالة صدمة. عمر بن الخطاب نفسه رافض يصدق الخبر ده تمام، بيقول من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه. لحظة فوضى عاطفية، وهنا يدخل أبو بكر الصديق، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد من الخبر ويبكي، وبعدين يخرج للناس ويقول الجملة اللي أنقذت الاستقرار النفسي والسياسي بالكامل: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الإيمان كان موجود في قلوب الناس، لكن في اللحظة دي هو اللي أعاد الوعي للناس. ده مش بس إيمان، دي إدارة أزمة كاملة. تخيل دولة لسه بتتأسس، قبائل حوالين الجزيرة بدأت تقول خلاص مات القائد، نرجع بقى زي الأول. بدأت حروب الردة، ناس امتنعت عن الزكاة، ناس ادعت النبوة، الدولة على حافة التفكيك. بعض الصحابة قالوا نهدى نستنى ما نحاربش دلوقتي. أبو بكر رد بجملة واحدة حاسمة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ليه التشدد ده بقى؟ لأن الموضوع ما كانش فلوس، كان هيبة دولة. لو أول قرار بعد وفاة القائد كان تنازل، السلسلة كلها كانت هتتفكك. وهنا نقطة تحليل مهمة: أبو بكر بطبيعته رقيق، كان معروف بالبكاء في الصلاة، لكن القيادة مش معناها صوت عالي، القيادة معناها تعرف إمتى تبقى لين وإمتى تبقى قوي زي الصخر. خلال سنتين تقريبا من خلافته الجزيرة العربية كلها رجعت مستقرة، وبعدها بدأ يوجه الجيوش خارج الجزيرة للعراق وللشام. كان بيحط الأساس لتوسع ضخم هيكمله عمر ابن الخطاب بعده. يعني باختصار أبو بكر هو مرحلة تثبيت النظام بعد الزلزال،
زي مهندس بيجي كده بعد انهيار مبنى يثبت الاساسات قبل ما حد يفكر يبني دور جديد. ومن غير المرحله دي ما كانش فيه امبراطوريه اسلاميه لاحقا. وفي اخر ايامه لما شعر بالمرض عمل خطوه اداريه عبقريه، رشح عمر بن الخطاب للخلافه. يعني ما سابش فراغ كده، ما سابش يعني صراع مفتوح، قرر يحمي الدوله من سيناريو الفوضى اللي حصل بعد وفاه النبي. اتوفى سنه 13 هجريه، مده حكمه حوالي 2 و3 شهور بالظبط، لكن تاثيره كان كبير جدا، يعني كان بحجم امه كامله. الخلاصه ابو بكر الصديق ما كانش مجرد اول خليفه، كان رجل اللحظات الحرجه، الراجل اللي حافظ على الكيان لما كان ممكن ينهار، القائد اللي اثبت ان الهدوء مش ضعف وان الحسم مش قسوه. السؤال بقى اللي يسيبنا نفكر، لو كنت مكانه في لحظة انهيار كامل كنت هتختار التهدئة ولا المواجهة؟ وهل احنا في حياتنا بنهرب من القرارات الصعبة ولا بنقف لها زي ما وقف هو؟ السؤال ده بقى محتاجك تجاوبنا عليه في التعليقات، وما تنساش ان انت تتابعني. انا احمد يحيى، بقدم كل حاجة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.